ما شفتش اللي حصل؟ تعالى وانا اقولك. شعارنا النهاردة في اخبارنا طوبة على طوبة خلي العركة منصوبة. كلنا شفنا الشهيد القائد اللي كان في جنوب لبنان، وفرحة ولاد الإخس بانتصار عنوانه رخيص وجبان. وقبل ما تزعل من الأحداث افتكر اللي بيروحوا مننا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون. مش بس كده، انت لو دققت النظر في تصريحاتهم هتتأكد انهم مهزومون. والله زي ما بقولك كده. والجبروت اللي هم فيه مجرد حلاوة روح. ايه ده انت مش مصدقني؟ طب انا هجيب لك الدليل. اهو النتن يؤمر اللي معاه شغالين محدش يعلق ولا يفتح بقه على اللي حصل ولا كأننا شايفين. النتن عارف ومتأكد ان اللي معاه مخهم تخين. اثبت لك يطلعوا برضو يعلقوا. مش بقولك مخهم تخين؟ يقولولك العملية اللي حصلت في جنوب لبنان عالية الجودة وتسلم ايد المنفذين. الموضوع يخلص على كده؟ لا، مامتهم عارفة ان اللي حصل ده مش هيعدي بالساهل، وطلعت سلمت ابنها العاق تسليم اهالي. والنبي يا اخويا انا ما اعرف حاجة عن اللي حصل ده، والنبي وملك عليا حلفان هو المسؤول يا عم، انا ماليش دعوة، انا مالي. الموضوع يخلص على كده؟ لا، يطلعوا لك الاتنين المتطرفين سموترتر وغفير زي خروف العيد اللي نهايته قربت وعمالين يلوشوا شمال ويمين، ماشيين بمبدأ لم علينا عبيدك يا رب، عايزين يجروا في رجليهم اي اطراف واي حد يستفزوا مصر ويقولوا لك التهجير قائم وخلاص هنسيطر على محور صلاح الدين. ايه ده بجد؟ جدع اعملها، ده اللي مستنيه مليارات المصريين. كل ده ساكتين عشان معاهدة السلام ومش عايزين نبقى بقلة الأدب بادين. خليك عند كلمتك ولو راجل اعملها. احنا شخصيا مستعدين ولسننا مسننين، واقسم لك بالله احنا نفسنا كمصريين نطلع عليك وعلى جدتك غل السنين. ده حتى مامتك اللي استنكرت افعالك وتصريحاتك ما سلمتش من لسانك الزفر يا غفير. بعد كل المعونات والمساعدات اللي قدمتها لكم تطلع تقول لها مالكيش دعوة، احنا حرين، ما احناش نجمة في عالمكم. مش قلنالك يا مامتهم الناس دول لا ليهم ملة والله ولا دين؟ اقولك يا غفير لوش يا حبيبي لوش، خلينا كلنا عليك متجمعين. جدع يا ولا، لوش في اليمن ولبنان وطرقع في ايران ايران حضرت لك في البحر الاحمر ووقفت لك مع اليمن في باب المندب وعملت لك احلى استعراض بحري بالمدمرات. شفت يا حبيبي ولا ما شفتش؟ نهايتكم يا ولاد الإخس مش بعيدة، وعقدة العقد الثامن اللي مخوفاكوا خلاص بقت قريبة. وأخاب أطمنك كل جبار بياخد أرض مش أرضه هتبقى نهايته زيك يا ولاد الكئيبة. وهانت خلاص نهايتكم قربت، وإن شاء الله بإذن الله كل الأخبار اللي جاية هتكون سعيدة.